انتوا ازاي بتشتروه غالي كده وبتاكلوا شوك؟ ناس كتيرة قوي لما بتشوف حد مننا ماسك الخرشوف ده شوك، انتوا بتاكلوه ازاي؟ ده ورق عبارة عن شوك، انتوا بتاكلوا فيه ايه؟ تعالى اقولك ازاي تاكلي احلى صينية بشاميل من الخرشوف ده. تخيلي الشوك ده او الورق الاخضر المشوك ده، هتطلعي منه احلى صينية بشاميل رهيبة. ولا تقوليلي اجدعها مكرونة بشاميل، اللي ما جربش الخرشوف بجد فاتوا كتير. رهيب بجد يا بنات، طعمه تحفة وبجد مفيد جدا وكله حديد. تعالى اوريكم بيطلع منه ايه وبيتحول للصينية القمر دي. يا سلام بقى، غرقان بقى في الوايت صوص والجبنة. رهيب طعمه بقى، ولا تقوليلي مشروم. اول حاجة الصينية اللي انتوا شفتوني عاملاها الصغنونة دي، هي اخدت كل الخرشوف ده. طب انتي كنت جايبة كام خرشوفة يا سارة؟ انا يا جماعة جبت 12 خرشوفة، هي اللي عملت لي الصينية الصغيرة دي. هو غالي الواحدة، انا جايباها ب10 جنيه. زي ما انتوا شايفين لازم تلبسي جلافز عشان ايدك ما تسودش، بيسود الايد لان هو مسافة ما بتقشريه بيتحول معاكي وبيغمق معاكي وبيأكسد، لانه الحديد عالي فيه جدا. انا من عشاق القشر بتاع الخرشوف، اكل الحتة الاخيرة دي بتبقى مسكرة قوي وطعمها في حتة تانية. بعد كده بقعد اقشره واشيل الورق بتاعه، وبعد كده بقشر القعدة بتاعته. شايفين؟ هتلاقوها زي البطاطساية. اول لما تشيلي القشرة بعد ما تفصصيه هتلاقيها اتحولت معاكي القطعه زي البطاطسايه كده وجواها فرو. هتقومي جايبه الريش او الريش عامل زي الفرو كده، شايفينه اهو. هتقومي جايبه المعلقه وتقوريه كده من النص، وهوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي بعد ما نقورها بالشكل ده. انا مجهزه طبق وفيه ميه بملح عشان انقعه بسرعه، عشان هيفضل يبقى يغمق ويأكسد زي ما انتوا شايفين كده. جبت الميه ام ملح وهحط الطبق الصغير بتاع الخرشوف ده اهو. دي اللي بتطلع من الخرشوفه، هي دي، هي دي. بعد كده بجيب معلقه سمنه عليها معلقه دقيق، وبحط فلفل اسود وبحط ملح وبحمرهم كده في بعض. انا بحب احمر الصوص او الوايت صوص بتاع البشاميل. حمرتهم، هحط بقى الحليب هيربط معايا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يربط معايا ويبقى البشاميل الطبيعي اللي بنعمل بيه المكرونه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين ميه بتغلي على النار، هشيل الخرشوف من الميه ام ملح واحطه هنا اغليه. لازم تسويه كويس، هياخد نص ساعه سوا لانه بيبقى ناشف جدا. لازم عشان يبقى طري معاكي، لان البشاميل مش هيسويه واحنا حاطين اللحمه المفرومه مستويه، فما فيش اي سوائل فيه تسويه غير شويه البشاميل دول. اهو هنا كنت قلبته، بصوا بيأكسب بسرعه ازاي. هسويه وبعد كده هنطبق احلى صينيه خرشوف باللحمه المفرومه والبشاميل. جبت شويه بشاميل في الصينيه اللي هحط عليها الخرشوف وهرصه بالشكل ده. شايفين هترصيه جنب الصينيه بعض، اللي ولو كانت في واحده كلها ورق رفيعه هم شويه دول، هتحطيها هم وتحطي شويه واحده الخرشوف الخرشوف دول. بس طعمه في حته تانية بجد. انا من عشاق الخرشوف. هجيب اللحمه المفرومه دي، لحمه مفرومه معصجه زي اللي بنحطها في الحشوات بتاعه الكوسه المحشيه لحمه مفرومه، زي اللحمه البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، زي البشاميل. عصاج عصاج لحمه مفرومه اهو. هنزله كده على الخرشوف وافرده كويس. بعد كده هنزل بباقي الصوص الوايت صوص اللي هو البشاميل، ومشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخله على الشبكه في النص، وقبل ما اطلعه ب5 دقايق هرش رشه جبنه موتزاريلا او ميكس جبن زي ما انت عايزه. وطلعي احلى بقى صينيه خرشوف بالبشاميل. رهيب رهيب، او بالوايت صوص زي ما تسميها، هو وايت صوص يا اما بشاميل. هطلع كده واحده وادي التانية. بجد يا جماعه رهيب. غمسيه بقى بالعيش، عايزه تكليب بشويه رز بشعريه. بجد رهيب. يعني انا بحب اقطعه كده واكله بالشوكه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا طري وجميل، شايفين شكله؟ الناس اللي بتحب المشروم، هو مش شبه المشروم، هو ليه طعم مميز. يعني مش عارفه اقارنه بحاجه ليكو، بس هو ليه طعم مميز. ناس كتيره بتشوفه وتقول احنا مش عارفين هو بيتعمل بيه ايه. ده شايفين شكله بعد السوا بقى ابيض ازاي؟ بصوا. وده شكل الحشو اهي. بجد جربوه هيعجبكم جدا، انا من عشاقه.